اهلا بيكم في فيديو جديد في الهاف سبيس. انا محمد خالد. النهارده هنتكلم عن جيريمي دوكو لاعب السيتي الجديد. من حوالي اسبوع اعلن مانشستر سيتي عن اخر صفقاته في الميركاتو لحد دلوقتي بالتعاقد مع الجناح البلجيكي جيريمي دوكو لاعب استاد رانس. في الفيديو ده هنحاول نكتشف صفات دوكو في الملعب من حيث المميزات والعيوب، ونحاول نعرف هيكون ايه مكانه في تشكيله السيتي. اول صفه هنتكلم عنها واللي اعتقد انها كانت من اول الحاجات اللي ركز عليها جوارديولا وقت ما تابع اللاعب، هي ان دوكو لاعب عنده جوده كبيره جدا في استلام الكره تحت الضغط والحفاظ عليها. دوكو في المواقف دي بيستفيد من قوته البدنيه اللي بتساعده على انه يعمل شيلدنج للكوره ويحافظ على الكوره، وبيستفيد من جودته التقنيه اللي بتساعد على خروج المواقف الصعبه سواء بالمراوغه او انه يعمل هاف تيرن باللاعب اللي بيضغطه. مقارنه باجنحه السيتي اللي المفروض ان هم اقل اجنحه بيخسروا الكوره، دوكو هو اقل جناح فيه بيخسر الكوره. سيلفا بيخسر الكوره بمعدل 9.3 مره في الماتش، محيز كان بيخسر الكوره بمعدل 10 مرات في الماتش، جاك جريليش بيخسر الكوره بمعدل 9.6 مرات في الماتش، قبل جيريمي دوكو بيخسر الاستحواذ بمعدل 7.4 مرات في الماتش الواحد. الاحصائيات دي بحسب سوفا سكور. هنا دوكو بيستلم الكوره بين الخطوط، بيضغط على لاعب من ظهره، بيعمل دوران بالكوره ويدور باللاعب اللي معاه، بيتخطى اللاعب ويلعب الكوره في المساحه على الطرف الشمال. هنا الكوره بتيجي لدوكو من منطقه جزاء الخصم، بيضغط عليه بشكل قوي جدا من الخصم، بيعمل شيلدنج وحمايه للكوره ويحافظ عليها تحت الضغط، بيلعب الكوره لزميله اللي مش متراقب. احصائيه الحفاظ على الكوره دي ممكن توصل انطباع خاطئ عن دوكو ان لاعب روبوت بيخش ريسك وباصي اللي جنبه، لكن في الحقيقه دوكو واحد من افضل الاجنحه في المراوغه ان ما كانش الافضل. بمقارنه دوكو بشويه من افضل الاجنحه هنشوف قد ايه هو مميز في المراوغه. يعني فينيسيوس بيعمل 3.89 مراوغه في الماتش الواحد، جاو بيعمل 3.3 مراوغه في الماتش الواحد، كيليان امبابي بيعمل مراوغتين في 37 في الماتش الواحد. دوكو في المقابل بيعمل 6.58 مراوغه في الماتش الواحد، اعلى من الباقيين بالضعف. الاحصائيات دي حسب موقع اف بريف. هنا الكره مع دوكو في موقف 1-1 على الطرف الشمال، بيراوغ الظهير اللي قدامه وبيعمل الكره على يمينه، تسديده حلوه جدا بتروح في العرض. هنا الكره مع دوكو على الطرف اليمين، بيراوغ اللاعب الاول والثاني والثالث ويلعب الكره في المساحه اللاعب زميله اللي مش متراقب. كمان دوكو واحد من افضل اجنحه اوروبا في الحمل التقدمي للكوره او البول كارينج، واللي بيساعده ينقل الكوره مساحات كبيره من الملعب، بيساعد الفريق على الاحتفاظ بالكوره في 3 اطراف. فينيسيوس، جريليش ومبابي هم افضل اجنحه في النقطه دي. فينيسيوس بيعمل كارينج للكوره 6.7 مره في الماتش، مبابي بيعمل كارينج للكوره 5.47 مره في الماتش، جريليش بيعمل كارينج 6.38 مره في الماتش، اما دوكو بيعمل كارينج للكوره بمعدل 7.11 في الماتش الواحد. رقم احصائيات بحسب اف بريف. هنا الكوره مع دوكو في نص ملعبه، بيتقدم بالكوره مساحه كبيره جدا ويوصل لمنطقه جزاء الخصم، بيلعب الكوره لتوكو اوكامبي في المساحه قدام منطقه جزاء الخصم. هنا الكوره مع دوكو في الطرف اليمين، بيمشي بعرض الملعب ويسحب مع ضغط الخصم يفضي مساحه في عمق الملعب، يلعب الكوره لزميله اللي واقف في المساحه. النوعيه دي من الكارينج للكوره هي اكتر نوعيه منتشره في فريق السيتي، بنشوفها كتير من جريليش اللي بيمشي بعرض الملعب ويسحب مع ضغط الخصم. ومن مميزات دوكو هي جودته في لعب عرضيات ممتازه جوه منطقه الجزاء، وطبعا المستفيد الاكبر من النقطه دي هو ايرلينج هالاند. يوم السبت 26 اغسطس مارك كاري صحفي دي اثليتيك كتب مقال عن تاثير غياب كيفن دي بروينا على جوده الفرص اللي بتوصل لهالاند، والتاثير ده مش بسبب كون دي بروينا ماكينه صناعه فرص، لكن بسبب زوايا التمرير، وانه كيفن دي بروينا لاعب ايمن قادر يلعب الكره بزاويه مظبوطه توصل لهالاند على رجله الشمال. ودلوقتي بوصول دوكو اللاعب الايمن ممكن ده يعوض غياب كيفن دي بروينا شويه ويساعد في توصيل فرص مناسبه لايرلينج هالاند. ده مثال نوعيه الفرص كان بيعملها دي بروينا لهالاند. الكره مع دي بروينا على الطرف اليمين بيلعب عرضيه على القائم البعيد على رجل هالاند الشمال اللي بيسجل الجون بكل سهوله. وهنا لمحه عن اللي ممكن يقدمه دوكو لايرلينج هالاند. الكره مع دوكو على الطرف اليمين، بيراوغ في عرضيه توصل على القائم البعيد لدوكو اوكامبي لكن بيضيع فرصه. كمان من اكبر مميزات دوكو هي سرعته وجودته في التحرك بدون كوره والرانس اللي بيعملها في المساحه باستمرار، وده هيخلي دوكو عنصر مهم للسيتي وقت محاوله اختراق دفاع الخصم. هنا الكره في العمق، لكن لاحظ تحرك دوكو في المساحه بين الظهير والمدافع، توصل الكره لدوكو في المساحه ويكون في مواجهه المرمى، سدد الكوره وسجل جول لفريق رانس. رغم انه مش لاعب هداف، لكن دوكو مميز جدا في التمركز جوه منطقه الجزاء، بيقدر يتمركز دايما بعيد عن رؤيه المدافع او في البلايند سايد وفجاه يظهر ويخلص. هنا الكره على الطرف الشمالي لفريق رانس، لاحظ تمركز دوكو على الطرف اليمين بعيد عن رؤيه المدافع، تلعب الكره بالعرض، وفي اللحظه اللي فاكر فيها المدافع ناند ان محدش وراه بيظهر دوكو من العدم وياخد الكوره ويروح للمرمى ويسجل جول لفريق رانس. الصفات اللي فاتت عن دوكو زي مثلا انه حريف ممكن تدي انطباع غلط عنه انه يكون لاعب كويس في الحالات الدفاعيه، لكن في الحقيقه دوكو مميز جدا في الدور الدفاعي سواء في الضغط العكسي وملاحقه الكوره او مشاركه طبيعيه الضغط العالي. هنا فريق رانس بيخسر الكوره في نص الهجمه بتعمل تحول سريع، بيعمل دوكو انطلاقه سريعه عشان يعمل ضغط عكسي ويعمل فاول على اللاعب ويعطل الهجمه المرتده. هنا الكوره ما فيهاش اختار اللي بيبني اللعب من الدفاع، مجرد ما بيستلم مدافع الكوره بيضغط عليه دوكو فبيلعب الكوره المدافع اللي على الشمال، دوكو بيكمل ضغط على المدافع اللي على الشمال، بيضطر يلعب كره طوليه بترجع كوره بيرجع استحواذ لفريق ران. هنا الكوره ما فيهاش اختيار من اللعبه من الدفاع، دوكو مسؤول عن مراقبه الظهير الشمال، مجرد ما بيستلم الظهير الشمال الكوره بيضغط عليه دوكو
ويضطر يلعب الكرة باستعجال. بيلعب ازاي شمال الكرة باستعجال ناحية العمق، ويستعيد رأس الكرة في مكان مهم بفضل ضغط دوكو. بالكلام عن عيوب دوكو، فانا لاحظت نقطتين مثيرين للاهتمام. اولهم ان دوكو مش لاعب هداف خالص، بالعكس هو ضعيف في النقطة دي. ده شيء واضح بملاحظة خريطة تحركاته في الدوري الفرنسي الموسم اللي فات من سوفا سكور، وده بيبين قلة تواجده في منطقة الجزاء. الموسم اللي فات هو اعلى موسم تهديفيا لدوكو وسجل 6 جوال بس، لكن في الاخر دوكو لاعب عمره 21 سنة وعنده فرصة يتطور، ووارد فترته مع السيتي نشوف لاعب هداف اكتر. العيب التاني اللي لاحظته في دوكو هي قلة مشاركاته. في اخر موسمين مع رانس في الدوري الفرنسي شارك 17 مرة بس كأساسي، وده ممكن يكون مؤشر لكتر الإصابات. لكن برضه أظن دلوقتي ممكن تتحسن بوجوده في السيتي مع الفريق الطبي اللي ساعد هالاند كتير جدا رغم انه كان متصاب كتير مع دورتموند. في ملخص، جيريمي دوكو عنده كل حاجة محتاجها جوارديولا من الجناح. لاعب بيستلم في مساحات ضيقة، بول كارير، بيعمل عرضيات، وعنده وجود كبير في الحالة الدفاعية، بالإضافة لحاجات تانية مش عند أجنحة السيتي زي كونه مراوغ بشكل كبير جدا، رنر في المساحات، وبيتمركز كويس جوه المنطقه. وبالنسبه لمكان جيريمي دوكو في تشكيله السيتي، فهو لاعب فيرساتايل بيلعب على طرفين الملعب، لكن اظن هيلعب في الطرف اليمين. مع بدايه الموسم الجديد بدا مانشستر سيتي يحاول يطبق خطه جديده ظهرت في ماتشين نيوكاسل وشيفيلد، وهي خطه بتخلي كايل ووكر وجريليش هم لعيبه اللي على الطرف، ولعبه زي الفاريز وفودن او سيلفا بين الخطوط. انا شايف دوكو ممكن ياخد مكان ووكر في الخطه دي، يكون هو اللاعب يفتح الطرف اليمين ويساعد في تدوير الكوره عن طريق مهارته في الحفاظ على الكوره تحت الضغط، ويحاول يخترق في اللحظه المناسبه بفضل قوته ومهارته وسرعته اللي هيخلوا الطرف اليمين للسيتي مصدر ازعاج لكل الخصوم. وبكده نكون خلصنا الفيديو، اتمنى يكون عجبكم. ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب للقناه وتفعلوا الجرس للفيديوهات الجايه. يلا سلام عليكم.